تخلص من زوجته لأجل وحدة حبة بس. راعى المطران رفض انهم يطلقهم، شغل مخه فوجد طريقة انه ينتهي منها بدون ما حدا يشعر. قبل ما ينتهي منها بيوم حسس انه كل شي طبيعي وعانى او باسى وطلع. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا راوي قصة ولست شاهدا عليها، فلنبدأ. كان هناك رجل متزوج من امرأة، وكانوا من الطائفة المسيحية. كانت حياتهم سعيدة وما كان عندهم أولاد، لسه ما كان عندهم أولاد. هذا الرجل زوجها لهاي المرأة كان طلعاته وجياته كتيرة ومخالطاته كتيرة. فبيوم من الأيام تعرف على وحدة أخرى غير زوجته، يعني حبه وحبته وكانت جميلة وصار كل فترة يشوفها، لكن بنفس الوقت هو ما كان يحسس زوجته انه في اشي اختلف، يعني كان ماشي طبيعي على الخطين. استمرت علاقتهم في المعرفة والصداقة مع هذيك الامرأة الثانية يمكن حوالي 1.5 سنة، لكن كان في عائق. كيف بده يتزوجها؟ كما نعلم أنا في الديانة المسيحية لا يمكن أن تتزوج غير مرة واحدة، يعني ما فيك تتزوج، ما في تعدد زوجات. هذا الرجل صار يرجع على البيت ما عاد تعجبه مرته الموجودة عنده، خلص يعني هو ما عم يبين له، بس هو بينه وبين نفسه ما عاد تعجبه، مثل اللي قرفان منه انه او المل منه، او انه يعني خلص انه انا بدي اغير، ما زابط معي الموضوع. فبلش هيك شوي شوي يختلق مشاكل بينه وبينها، يوم مشكلة مشان الأكل، يوم مشكلة مشان كذا، يوم مشكلة مشان قصة، يوم مشكلة، إلى أن تدخلت أمها للبنت هي وصار حديث، وقال لها أنه أنا بيمشي الحال وما بيمشي الحال. فآخر شيء قال لها نحن لازم نروح إلى الخوري أو المطران، وما بعرف إيش اسمه بالضبط، اللي هو رجل الدين، ونقول له أنه نحن بدنا ننفصل. لأنه بتعرف هم لازم إذا بدهم ينفصلوا يعني بيروحوا على الكنيسة بيحكوا لرجل الدين على ما يبدو، وما بعرف على أي أساس، في حالات بيقرروا يفصلوها وفي حالات لا. فراحوا على رجل الدين، شو الأسباب؟ يعني شرحوا له، تبين أنه الأسباب يعني ما أنا أسباب مقنعة، يعني هي مجرد خلافات عائلية ممكن تحصل بأي مكان. فرفض أنه يطلقوا من بعض. رجعوا على البيت، لا هو طايقة ولا هي طايقته نوعا ما، لكن هذا رجل خبيث شو عمل؟ رجع اعتذر منها وظبط الأمور وقال لها يا حبيبتي ويا عمري، وأخذ على المطعم وراضاها وحسس أنه كان يعني ساعة شيطان والموضوع انتهى وخلصت يا عرب وما في شي. والله وراحت أيام وإجت أيام، وهذا رجل لساته عم يحكي مع هي الامرأة نفسها، يعني ما تركها، كان لسه عم يحكي مع هديك وعم يرتب مع هي، وقال لها انه نحن رحنا حاولنا ننفصل ما زبط، فما بعرف شو بدي اساوي هلا. فهذيك الثانية صارت تنق انه انا ما بصير كمان لا معلق او لا مطلق او ناطرتك وتاخرت ومدري شو. فهذا الرجل ما انبلعت معه خلاص، يعني انه بده يلاقي، خلاص بده يخلص. فبيوم من الايام اتفق انه ياخذ هي حبيبته ويحمل حاله ويطلع سيران على البحر على أساس أنه رايح مع رفقاته. واتفق مع رفقاته أنتوا بتروحوا معنا، جماعة بيقعدوا بمكان ونحن بمكان، يعني في حال دقت زوجتي استفسرت إلى آخره بتخبروها أنه نحن موجودين مع بعض. والله فعلا حمل حاله وطلعوا على البحر، ودق لها من هناك كيفك حبيبتي، شو الأخبار، عم بطمن عليكي، أنا اشتقت لك، تمنيتك تكوني معي هون، الأجواء كتير حلوة. بالمقابل كان معاه البنت الثانية اللي بده يتزوجها على أساس. وفصل التلفون. والله المرة هذيك قاعدة بالبيت يا غافر إلك الله، كانت عم تسوي أكل، وإذ فجأة بتشعر بوجع ببطنها وعم ينتقل تدريجيا من مكان لمكان الوجع، والوجع بلش يزيد. فهون بتحمل التلفون وبتدق على أمها، ألو ماما الحقيني أنا ما بعرف شبني، وجع عم يزيد، عم بستناكي لا تطولي علي. سكرت الخط، وإذا أمها بتطلع من البيت باتجاهها، وهذيك البنت الوجع بلش يزيد والصراخ بلش يزيد.
إلى أن البنت سقطت في الأرض، يعني لا من تمها ولا من كمها مثل ما بقولوا بالسوري، لا حس ولا خبر، أغمي عليها وكذا. والله فعلا اجت والدتها تدق الباب تدق الباب ما حدا، دق الباب تدق الباب ما حدا، دق الباب تدق الباب ما حدا. استعانت بالجيران، خلعوا الباب، فاتوا، وإذ البنت في الأرض، الزبط طالع من تمها ومسلمتها، توفاها الله. دقوا لزوجها، إجا بكي، زعل، يعني رجل مصابه كبير، واسى والدتها وإن لله وما حدا بيعرف، وتبين انه متوفاية، يعني صاير مع تسمم. من شو التسمم ما حدا بيعرف. والله المهم رجع هو لحياته الطبيعية مبدئيا، خلص منها وبلش يرتب على أساس أنه يتزوج الامرأة الثانية، وراح وشافها والتقوا، وراح على المطران، وكان بده يكتب كتابه وما بعرف شو بده يسوي بالضبط، واشترى له ذهب ولفلفة وإلى آخره هيك. هذا الحكي كله تباعا، يعني ما استنى، ما زعل الزلمة، زعل يوم يوم يومين وخلص، الحزن 3 أيام. فأما للبنت ما استلطفت الموضوع، قالت انه بنتي ما كان فيها شيء. شلون هيك يعني؟ ما كان، تركتها ما فيها شيء انا قبل 3 4 ايام. فوالله حملت حالها واخذت التقرير الطبي وراحت الى مركز الشرطة، وقالت انه والله انا بنتي ما كان فيها شيء، وانا شاكة انه زوجها عامل لها شيء. شلون زوجها ما زوجها؟ قالت له والله يا سيدي انه هن كان في بيناتهم خلاف وكان بدهم ينفصلوا، هذا رجل الدين ما سمح له ينفصلوا، فانا شاك انه ليكون هو عامل له شيء. والله فعلا تجي تقدم طلب رسمي، شكوى رسمية يعني، وطلب رسمي بإعادة فتح تحقيق بالموضوع أو فتح تحقيق بالموضوع. وتبين أنه في مادة سمية بجسم البنت بحسب تقرير الأطباء من المستشفى، وأجوا قرروا أن يدخلوا إلى بيتهم ويفتشوا البيت. وفعلا بلشوا يفتشوا البيت، فتشوا في كل في المطبخ، في الحمام، هون 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 هون، إلى أن وجدوا فرشاية الأسنان الخاصة فيها، كانت موجودة لسه. أخذوا فرشاية أسنان وراحوا، طبعا زوجها مأمن أنه مستحيل، ما في شيء، يعني الأمور طبيعية. وأخذوها إلى المختبرات وحللوا، إذ تبين أن هنالك مادة سمية قاتلة موجودة في فرشاة الأسنان. فتبين بالتحقيق أنه المادة السمية الموجودة في فرشاة الأسنان هي نفس المادة السمية التي توفت بها البنت. شو هالصدفة العجيبة هي؟ فهون مباشرة الشكوك كلها دارت حول الزوج، خاصة أنهم راحوا إلى كنيسة وقدموا اعتراض ولم يتم الموافقة على الفصل، وعادوا وصارت بيناتهم مشاكل، والأم شاهدة. فذهبوا واعتقلوا الزوج، وبعد أن قاموا باعتقال الزوج أقدم على الاعتراف بجريمته، والدوافع كانت أنه هو ما بده يكمل حياته معها، بده يتزوج وحدة أخرى، أو بده يكون مع حدا تاني بحياته. هكذا صرح بهذه الدوافع، وهنا أقفلت القضية. أخبرونا في التعليقات، هل سمعتم بقصص مشابهة، أو ما رأيكم بهذه القصة التي سمعتموها؟ هي فعلا قصة حقيقية حصلت في سوريا للعلم من سنوات طويلة، وقد أشيعت وعمل منها حلقات حتى في المسلسلات حول هذه القضية بتفصيلها. لا تنسى أن تضغط على زر المتابعة وتعمل لي متابعة لهذه الصفحة حتى تشاهد المزيد من الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا أخوكم خلدون الحوراني، حياكم الله كل الحب والاحترام.